مازال حيرة وكتفكري اش غادي نوجد للغدا، شنو غادي نوجد للعشاء؟ سهلتها عليك، جبت لك واحد الرز بالخضره والدجاج كيجي واحد البنه. اش غادي نقول لكم؟ كيشهي، ضروري ما تجربوه. اول حاجه كنجيبوا الرز، انا استعملت هنا الرز ديال البسمتي، ممكن تستعملوا اي نوع. كنجيبو كنغسلوه مزيان، كنديرو في واحد الطاوه مع شويه ديال الماء شويه ديال المليحه وكنخليه يتسلق. حاولوا وانتبهوا باش ما يتعجنش معكم. كنجيب واحد المقله كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، واحد البصله صغيره مشلضه، وربعه ديال الفصوص ديال الثوم. غير كينزلوا كنضيف لهم شويه ديال الصدر ديال الدجاج، رشيشه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال السكنجبير، واحد المعلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، رشيشه ديال الخرقوم. وهنا غادي نستعمل هاد العطريه ديال اورينتال كتعجبني بزاف، ممكن تستغناو عليها. كنضيف الملح اللي كيبقى على حسب الذوق. كنشحر هاد المكونات، من بعد كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال حك ديال مطيشه. من بعد ما تشحر ليا الدجاج واحد شويه كنضيف ليه الفطر الطري اولا الفطر المعلب اللي متوفر وممكن تستغناو عليه نهائيا. كنضيف شويه ديال الفلفل الالوان، شويه ديال الخيزو مقطع رقيق باش يطيب بسرعه، وشويه ديال القرعه كنخليهم فوق البوطه هكا واحد شويه. من بعد كنضيف لهم شويه ديال الصويا صوص، شويه ديال الماء، وكنغطيهم وكنخليهم حتى كيطيبوا. الرز ديالي من بعد ما سلقته كيف ما شفتوا معايا، حاولوا انكم ما يتعجنش باش كيجيكم شعره شعره. كنديروا في هذا المول العجيب، وكندير ديك الحشوه ديال الدجاج الخضراء في الوسط. والتزيين كيبقى اختياري، ممكن تقدموا بالطريقه اللي بغيتوا. نبقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، مع السلامه.